كمان مش بنحافظ على بشرتنا بس، لا احنا كمان بنحافظ على البيئة من خلال ان احنا بنقلل الهدر. هاي، ازيكم يا جماعة؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهاردة هكلمكم عن فكرة مبتكرة جدا عشان تعتنوا ببشرتكم من غير فلوس، من غير تكاليف، من غير منتجات عناية بالبشرة، سكين كير وحاجات كده، ايه اللي هو ايه الحاجات الغالية. بصوا هظبطكم. الحاجات دي موجودة في بيتنا واحنا اصلا ما بنستعملهاش وبنرميها، فلو متحمسين للفيديو زيي يلا بينا نشوف ايه الحاجات دي. حاجة قشر الموز. متخيلين ان قشر الموز اللي احنا بنرميه مش معتبرين ان هو ملوش لازمة، ده ان هو فيه فوائد كبيرة للبشرة، بيرطب البشرة وكمان بيفتح البشرة، وده من خلال انك تجيبي قشرة الموزة وتفركيها على وشك لمدة 10 دقايق وبعد كده تغسلي وشك بس. تاني حاجة قشر البرتقان. بعد ما تاكلوا البرتقان وجسمكم يستفاد منه، بشرتكم برضو هتستفاد منه، ده من خلال القشر بتاعه. تجيبوا القشر بتاع البرتقان وتسيبوه ينشف وبعد كده تطحنوه. بعد ما ينشف هتلاقوا طالع منه بودرة. البودرة دي تجيبوا عليها زبادي، تخلطوا بيها زبادي كده، انتوا عملتوا ماسك من قشر البرتقان. بيفتح البشرة، بيعمل نضارة للبشرة، بيوحد لون البشرة. ثالث حاجة نواة الافوكادو. ازاي نستفاد من نواة الافوكادو؟ لو انتوا بتحبوا تاكلوا الافوكادو هتجيبوا النواه بتاعتها اللي هي ملهاش لازمه اللي انتوا بترموها دي، وتطحنوها وتحطوا عليها شويه عسل كده. انتوا عملتوا ماسك بيجدد خلايا بشرتكم وبيغذي بشرتكم من جميع النواحي. رابع واخر حاجه، لو عندكم بواقي قهوه ممكن تعملوا بيها ماسك طبيعي جدا. يعني ما ترموش اي حاجه يا جماعه، كل حاجه بشرتنا بتستفاد منها من اقل حاجه، بدل ما نروح نجيب حاجات غاليه على الفاضي وما بتعملش حاجه. يعني الحاجات الطبيعيه اللي بتبقى موجوده في البيت واحنا بنرميها وما بنستفادش منها بتبقى مهمة جدا للبشرة. كمان مش بنحافظ على بشرتنا بس، لا احنا كمان بنحافظ على البيئة من خلال ان احنا بنقلل الهدر. بس دول كانوا الاربع حاجات اللي ممكن بشرتنا تستفاد منهم واحنا مش واخدين بالنا وبنرميها. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة، وتابعوا معانا للاخر عشان في فيديوهات جامدة قوي هتنزل على القناة، ما تفوتوش ولا فيديو. وكمان اكتبوا لنا في الكومنتات لو انتم عايزين ماسكات، عايزين اي حاجة، احنا تحت امركم وهنعمل لكم كل اللي انتم عايزينه. بس انيو، مع السلامة يا جماعة، بحبكم.